بطريقه مسيئه، عطاه لاكسي. انا ما عرفتش زعما علاش حسب حيت لي الحساب من الموقع، ما عرفتش من نهار 6 من 6 واحد العبثيه راه زعما غير مقبوله. يعني دابا كون كان شي انسان انا ما كيضبطش راسو، راه داكشي اللي دار اللي شافو راه ما مقبولش. كاين فرق ما بين، حيت انا من بعد كنت كنشوف السيد انه حقوق الحريه والدوله وفينا هو المخزن وبين قوسين راه ماشي انا بوحدي اللي ما ندير هادشي، راه دار الناس اكثر واحد زعما بقى فيه، وما شي وقت زعما يجي نناقشوا في هادشي بالتفاصيل. ما كيدارش يعني ماشي اخلاق. غير انسان تكون عنده ديك القدره يغدرك، ديك القدره ديال الغدر، يقول لك عمرك كنتي. هنا كيطرح الف علامه استفهام. علاش كيجيو عندي بعض الناس كيبقاو كيقول لي لا صافي فوت عليك هذا الموضوع، ما تقدرش تواجه مع السيد، انت راك صغير هو كبير وانت، وكيبقاو زعما يحاولوا يهددوني وكيخلعوني. وبين ليله وضحاها تلقى راسك ما خدامش، يعني تلاح الزنقه. والمشكل شنو هو انك كتخدم 26 يوم وكثر وكتلقى 18 يوم وكتلقى 2056 درهم. ازول وتحيه طيبه للاخوان المغاربه. صراحه بالنسبه لهذا الفيديو هذا كنت حاشا منذ مده انني نصوره لعده اعتبارات، ولكن انيا في هذه المرحله بالذات فرض علي فرضا، يعني ما كانش شي حاجه اخرى اللي ممكن نديرها من غير انني نصور هذا الفيديو هذا باش انني نعبر فيه على الظلم اللي تعرضت ليه وشنو هما الخطوات اللي درت. والى حد الان ما كاين حتى شي تجاوب. قبل ما نهضر على الخطوات اللي درت والاضارات اللي راسلت، في البدايه خص واخا انني كتبت دوينه سابقه في هذا الموضوع نعاودوا بعض التفاصيل بالصوت والصوره، على اعتبار انها تقدر توصل لاكبر عدد ممكن من المواطنين المغاربه او الناس اللي كيتبعوا الشان العام. أنا الطالب المحفوظ صحفي في موقع بديل منذ بداية سنة 2022 إلى حد الآن بشكل متواصل، يعني كنت كنشتغل بشكل متواصل، ما عمري توقفت عن العمل لأنه كانت عندي واحد التجربة أخرى في الموقع نيت، ولكن في سنة 2020 وهذا الشيء غادي نرجعوا ليه فيما بعد. ولكن اللي مهم دابا هو أنني كنت كنشتغل في هذا الموقع هذا من بداية 2020 حتى لدابا. في 10 شتنبير 2023 جا عندي السيد مدير النشر كيطلبني انني خصني نحبس لاشين، يعني قالها لي بشكل حازم. قبل منها كان جا عندي طلب منني نحبسها بشكل زعما غير مباشر، كيقول لي خصك تحبس هاد لاشين. ولكن فيما بعد بالضبط في 10 شتنبر كما قلت لكم جا عندي وطلب منني خصك تحبسها. بطبيعه الحال انا ما عجبنيش الحال، لانه ما يمكنش انك تقبل انه واحد الشخص يمارس عليك واحد السلطويه وواحد العنف زعما رمزي بهذا الشكل، يقول لك حبس لاشين ولا سير بحالك. يعني قال لك يا هكا يا هكا. انا ما عجبنيش الحال، لانه ما يمكنش تقول الحريه وتدافع على حريه الصحافه وتنتقد المسؤولين وتقول انك كتشتغل في الشان العام وانت ما تقدرش تقول للمشغل ديالك حبس المرقه، ما تقدرش تقول لي هذا الشيء اللي كدير ماشي صحيح. يعني غير انسان اي مغربي دابا كيتبع هذا الفيديو هذا يفكر في هذه غير بشويه د العقل، واش كان انه يقبلها هو. بطبيعه الحال جا قال لي حبس، خصك تحبسها. انا ما عجبنيش الحال، قلت له ودي مزيان يعني بشكل ادب ومحترم وبشكل دبلوماسي، قلت له مزيان انا ما عنديش مشكل نحبس لاشين، لكن مادام انك انت جيتي طلبتي مني واحد الحاجه اللي ما عندكش عليها سند، ما عندكش عندها سند قانوني، بالموازاه مع ذلك ما كاين حتى شي سند تعاقدي بيننا باش انني ما نشتغلش لاشين، فهذا يستوجب، لانه ما كانش كيديكلاري عدد الايام الصحيحه هذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهنا فقط كقوس كنت دائما كنبه ليها، كنقول لها ودي راه كتضيع يعني السي حميد في هذا الشيء. راه انا مثلا هذا بقى انا فقدت العمل او في طريق فقدان العمل، دابا الا مشيت لاسينسيس باش نطالب بالتعويض عن فقدان العمل غادي يعطيوني، يمشيو الاخر زعما يمشيو اخر 3 شهور غادي يشوفوا داك الصالير اللي كان كيدوز غيعطيوني منه تقريبا 70%. يعني دابا في لاسينسيس كديكلاري ليا 2056 درهم، يعني كديكلاري 2056 درهم 700 من 70% تقريبا ما غاديش توصل حتى 1500 درهم ما غاديش توصل. يعني وضيع في عدد الايام ديالي. يعني مثلا انا كنشتغل 26 بل اكثر من 26، لانه كنت كنعتبر انني كندير واحد المجهود اللي هو كبير، وكنقول نتضامن مع الموقع وكذا، لانه كان السيد مدير النشر كيقول لك اودي حنا راه الوضع ديال المادي وكذا هش، على الرغم من ان على ما يبدو ان هذا الشيء ماشي صحيح. كان كيقول لك كنضام زعما ما كنديرش الحسابات في هذا الشيء، كنت كنشتغل خارج اوقات العمل، هذا الشيء لا يهم. المهم كنشتغل 26 يوم اللي هي قانونيه. قلت له ودي ذاك النهار فاش جا قال لي حبس لاشين، قلت له ودي عدد الايام الصحيحه خصها ديكلارا، وخص مادام انك طلبتي مني هذا الشيء خص عاد الصالير ديالي يتزاد.
اش قال لي هو؟ قال لك بالنسبه لاسينيسيس او تصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي راه غادي زعما غادي نعدلها، والى حد الان وانا كنسجل هذا الفيديو مازال ما معدلاش. يعني دابا كندخل الكونت ديالي كنلقى 18 يوم وكنلقى 2056 درهم. ترى الظلم بعينيه، الظلم بعينيه. بالموازاه مع ذلك الصالير كان قال لي انا ذاك بلي انه غادي يعدلو، يعني غادي يفكر فيه. داز مده شهر ما فكرش فيه. انا صيفط لي واحد الرساله في تطبيق واتساب، قلت له ودي راه زعما راه انا حبست لاشين وكذا، ولكن راه زعما هذا التعديل ديال لاسينيسيس مازال ما تعدلاتش، والصالير عمرك زعما طرحتيه معايا. السيد ما عجبوش الحال، اشنو غادي يدير ليا؟ وديجا هذا الشيء اللي دار ديجا هددني به من قبل. جاب واحد السيده مع كامل التقدير والاحترام لها، انا ماشي زعما حيت هو كيحاول كيقول لك واش انت ما بغياش تخدم، انا ماشي ضدها، انا تخدم ولا يخدموا. انا اصلا بغيت الناس يجيو يخدموا في الموقع باش نكونوا بتاع. انا كنت مسؤول تحرير داخل الموقع، لمده 2 فجاب هاد السيده جابوها بواحد الطريقه اللي هي مهينه. يعني تخيل حجم الضرر النفسي اللي غادي نتعرض ليه. يعني كيتصل بك تقريبا في 2 ديال النهار كيقول لك راه واحد السيده غنجي معاها غدا. مزيان، دازت واحد ساعه ونص ولا تقريبا ساعه كيعاود يتصل بي كيقول لي راه هاد السيده هذه غادي تجي واستقبلها انت. سولته هنايا قلت له ودي مادام انها غادي تجي بوحدها وفقط كقوس انا اللي كنت زعما ما كيجيش زعما بزاف في المقر ديال العمل، ما كيجي ليه مره في شحال. مادام اننا غادي تجي عندي وانا نستقبلها باعتباري مسؤول تحرير في الجريده الالكترونيه، طلبت منه انه خصو زعما يقول لي شكون هي هاد السيده، واش كدير، اش غادي دير زعما، علاش غادي تجي. السيد قال لي راه غدا غادي تجي، غادي تولى النشر، انت خصك تعطيها لاكسي وتعطيها البيسي وزعما ورجع زعما تولي مسؤول عليه. انا زعما تفاجأت، ما قلت ليه كيفاش، قلت ليه وانا كنت مستعد لهذا الشيء، زعما كنت كنتوقعه. هو فاجئني بالطريقه باش بغى يديرها. قلت له ودي السي حميد هذا الشيء اللي كدير هو من حقك وعادي جدا، ولكن راه انا راه طرف اخر. يعني انا ماشي حجره هنايا ولا ما عرفتش كيفاش كتصور. يعني راه هذا الشيء كيتناقش، وحتى هذه الطريقه باش غتجي هذه السيده ماشي سليمه. خصك انت تجي معاه، انت هو المدير، انت تقولها لي في الواتساب وتجي. قلت له ودي راه زعما ما يمكنش زعما تحيد ليا مسؤوليه التحرير اللي انا تحملتها لمده 2 بهذه الطريقه هذه. خصك تجي مع السيده وتقدمها لينا وعطينا الاسباب انت باش غادي تاخذ هذه الخطوه هذه، والله يسخر زعما الله يسخر، عطينا الاسباب ونناقشوا ونتفقوا نحددوا زعما شنو هي الشروط الجديده للعمل مادام انك غادي تحيد لي هذه المسؤوليه هذه، زعما في اطار الوضوح. يعني الوضوح مزيان. سيد نكرني قال لي عمرني في حياتي قلت لك انت مسؤول تحرير. شوف حجم الصدمه. يعني تخيل دابا واحد السيد كينكرك قال لك عمر قلت لك انت مسؤول تحرير. دابا ها الميساج الاول، دابا واحد السيد كينكرك قال لك عمر قلتها لي. اذا انا نقدر نفترضوا نقدر نستقبل هذه السيده غدا وندخلها ويقول لي عمر قلت لك دخلها. غير فكروا في هذه، فكروا فيها. المهم قلت له ودي راه هذه السيده انا ما غاديش نستقبلها، خصك تجي معها، وراه زعما ما يمكنش زعما هذه الطريقه اللي بغيتي دير بها راه ما يمكنش. المهم سالينا المكالمه، داز واحد شويه هي ديك السيده صيفطت لي واحد الميساج في الواتساب كتقول لي ودي راه انا راه هضرت مع السي حميد غدا راه غادي نجي وكذا، صيفط لي اللوكال. انا قلت لها مرحبا، هزيت التليفون عيطت عليها قلت لها الانسه او الاستاذه راه ما يمكنش زعما نستقبلك، انا ما كنعرفكش وانت ما كتعرفينيش، راه ما يمكنش نستقبلك، خص ضروري يجي معك الاداري المسؤول. زعما في اطار الوضوح زعما مزيان، هذا الشيء مزيان. صافي قالت لي صافي راه غادي نهضر معاه. المهم هذيك الليله والله ما نعس، يعني راه زعما مشيت ما نعس حتى 5 الصباح. مع 9 الصباح كتعيط عليا السيده كتقول لي انا راه كاين حدا المقر، انا حدا المقر، يعني حطوك امام ارض الواقع. يعني شوف قال لك انا راه كاين حدا المقر، زعما هبط انك دخلني للموقع. قلت لها شوف الاستاذه انا راه ما يمكنش ندخل، هضرت معك البارح، هضري مع السيد وجي معاه. قالت لي لا راه غايد زعما هضرت معاه قال لي صافي غاسيري وكذا.
راه ما يمكنش ندخلك. انا هزيت التليفون عيطت على السي احمد في ديك اللحظه ما جاوبنيش. اش دار هو؟ انا هز التليفون عيط على واحد الصحفي معنا في الموقع قال لي دخل السيده، يعني تجاوزني مزيان. انا الصحفي قلت له راه هاد السيده راه ما يمكنش تدخل مادام انا اللي مسؤول هنا، راه ما يمكنش. زعما واش حنا كنلعبوا هنايا ولا كيفاش؟ كنلعبوا الواتساب ديجا نكرني قال لي عمرنا قلت لك انت مسؤول التحرير، دابا هاد السيده تدخل يقول لك عمرنا قلت لكم انا دخلوها، اش تقول لي؟ المهم ما علينا. قال لي السيد اللي خدام معايا قال لي لا خص ضروري كذا، انا راه المسؤوليه زعما عطاني الامر وكذا. مشى بدا يدخلها حبستها في الباب. قلت لها شوف الاستاذ راه ما يمكنش تدخلي حتى يجي معك المسؤول ديال الجريده، انا راه ما كنعرفكش. قالت لي لا دابا انا راه غنتسنى السي حميد هنايا حتى يدخل. قلت لها مرحبا بك، مرحبا الاستاذه تفضلي دخلي. السيده دخلت جلست واحد 5 دقائق هو يدخل السي حميد. ملي دخل انا كنت جالس في زعما في البيرو ديالي. دخل قال لي عطيها لاكسي باش زعما عطي لاكسي للسيده. سولته قلت له علاش زعما هاد الخطوه هادي غديرها، زعما شنو هو الاسباب ديالها؟ قال لي عطيها لاكسي، وكيقولها بواحد الطريقه زعما راه واحد الطريقه مسيئه. عطيها لاكسي زعما كيقولها بواحد الطريقه اللي فيها زعما ديال شويه ديال انا كنحس زعما فيها شويه ديال العجرفه وشويه ديال التكبر وكذا. انا ما عجبنيش الحال. قلت له ودي ما عنديش لاكسي. قال لي وباش كتنشر؟ قلت لي هذاك ديالي. صافي ما بقاش هضر معايا، هز التليفون عيط على التقني 6 يوم الجمعه 6 اكتوبر. عيط على التقني قال لي ودي زعما حيد لاكسي المحفوظ، حيد لاكسي الجامع وعطيه للسيده. انا بديت كنشوف زعما واحد العبثيه زعما غير مقبوله. يعني دابا كون كان شي انسان انا ما كيضبطش راسو، راه داكشي اللي دار لو شافو راه ما مقبولش بالبت والمطلق، غير مقبول، ما كيدارش، يعني ماشي اخلاق. السيد عيط على التقني تجاوزنا. انا شفت زعما راسي زعما جالس تما بحال شي امانه جالسه. ايوا انا ما عجبنيش الحال. قلت له راه هادشي درتي غير مقبول، وهذا راه طرد تعسفي، يعني كتعتبر شكل من اشكال الطرد التعسفي. انت حيدتي لي الموقع ديالي وما عبرتينيش والاهانات وكذا وينوض. المهم بزاف ديال الهضره بلا ما ندخلوا في التفاصيل، ولكن اهم حاجه قالها لي قال لك اودي انت ماشي شغلك، انت اجير. قال لك انت انا هو مول الموقع، انا اللي كندير اللي عجبني، انا هو مدير النشر، انا هو كل شيء، وانت اجير دبر راسك، انا اللي كندير اللي بغيت. قال لي السيده نجيبها في الزنقه نلقاها فين ما بغيت، انا اللي كندير اللي عجبني. تبغي بالمنطق انا راه ما يمكنش نشتغل تحت مسؤوليه واحد السيده جبتيها من الزنقه. واش كتفكر في داك الشيء اللي كتقول ولا غير كتهضر؟ ولا غير كتهضر؟ المهم بدينا اخذ ورد في الهضره والاهانات وديك الطريقه باش دارها زعما طلع لي الدم الواحد، زعما وصل فيه واحد الحاله نفسيه يرتالها. ما اضطريت انا نغادر في ديك اللحظه، لانه لو كون بقيت وكيدير لي نفس الاساليب زعما كيستفزك وكيدير لك نفس الاساليب، كيقول لك يلاه خدم. ومن ديك اللحظه راه تحيد لي لاكسي. من يوم الجمعه انا ما عنديش لاكسي دابا د الموقع. من يوم الجمعه 6 اكتوبر كنعيط على التقني، انا داك نهار السبت كنعيط عليه باش نستفسروا زعما علاش تحيد لي لاكسي، ما كيجاوبش. عيطت عليه شي 3 المرات ما كيجاوبش، صيفط ليه ميساج في الواتساب ما جاوبش. والسيد المدير النشر حتى هو صيفط لي رساله نقول له ودي راه حذفتي لي الحساب ديالي علاش؟ انا ما عرفتش زعما علاش حيدتي لي الحساب من الموقع. ما عرفتش من نهار 6 المهم مشيت. المهم بزاف ديال التفاصيل. نهار الحد صيفط لي واحد مرخه نهار 6 زعما مشيت في ديك الحاله النفسيه يرتلها. نهار الجمعه راه خدمت، هو لانه اضطر انه يجري عليا بداك السلوك اللي دار اللي ما كانش مقبول، انه ينكرك ويهينك بديك الطريقه، راه غير مقبوله بالبت والمطلق. لا يمكن زعما القبول بها. حنا راه خدامين في اطار القانون، ماشي كنديروا داك الشيء اللي بغينا ولا داك الشيء اللي رشقات لينا عليه. المهم نهار الحد صيفط لي واحد الانذار قال لك الرجوع الى العمل. زعما مشيت في حاله يرتلها وتعرضت لواحد الاهانه ولاكسي تحيد ليا ومسؤوليه التحرير تنكرت. قال لك عمرك كنتي انت مسؤول التحرير، يعني انسان دابا غير هذا الجيس هذا اللي دار، غير انسان تكون عنده ديك القدره يغدرك، ديك القدره ديال الغدر، يقول لك عمرك كنتي، غير ديك القدره باش تقال لك راه عيب وعار. يعني عيب وعار واحد الانسان ضرب معاك مجهود وكذا بين ليله وضحى. علاش؟ لانه حل لاشين في يوتيوب. وعلاش ديك لاشين ماش دارت ليك الله اعلم،
مع العلم انه كيقول لك خدم في الفيسبوك، دير لي فيديوهات في الفيسبوك، دير التدوينات، خدم في تويتر، دير اللي عجبك. غير لاشين ديال يوتيوب لا، لاشين ديال يوتيوب لا بوحدها. لان ديك كيقول لك لا راه كدير لك الوقت وبزاف ديال التبرير اللي ماشي سليمه. لانني انا كنسجل الفيديو كما كنسجلو دابا في اوقات الفراغ ديالي، وكنمونطيه لراسي وكنحطو لراسي عادي. ما فيه ما كيمسش بالعمل ديالي، ما كيمسش بالعمل ديالي. المهم نهار الحد صيفط لي هذاك الانذار على اساس اني خصني نرجع للعمل. كما كتعرفوا بلي انني مشيت في وضع نفسي يرتلى لحد ما خدم. السبت ما قدرتش نمشي لان انا ما نقدرش باقي نمشي، واخا تعرضت لذاك المعامله ما نقدرش نرجع لذاك البيرو، ما نقدرش. لانه ما عرفتش زعما واش كيحس هو بهذا الشيء اللي كيدير، ولا كيعتبرنا حنا حجر ولا كيفاش. وبين قوسين راه ماشي انا بوحدي اللي مندير هذا الشيء، راه دار الناس اكثر واحد زعما بقى فيه. وما شي وقت زعما يجي نناقشوا في هذا الشيء بالتفاصيل. يعني انا حضرت واحد الحاله زعما راه مرضاتني في ديك اللحظه فاش شفتها، وربما راه غيتفرج في هذا الفيديو هذا وغيشوفوا. وهذا فقط قوس. ونرجعوا للموضوع ديالنا، هو ان نهار الجمعه نهار الحد صيفط لي واحد الرساله ديال الرجوع للعمل. نهار الاثنين مشيت درت واحد الشهاده طبيه على اساس انني ما قادرش نرجع. زعما راه ما نعسش نهار الخميس، ما نعسش الجمعه، السبت والحد، والله ما نعس. كنبقى خفيق حتى ل5 الصباح، كنبقى نقول شوف واحد المجهود ضربتي، واحد التماره، واحد الصوره كان عندك على واحد الشخص، وكيفاش تحطمات بين ليله وضحاها. يعني فرمشت عين داك الشيء تحطم. يعني حيت كاين فرق ما بين، حيت انا من بعيد كنت كنشوف السيد انه الحقوق الحريه والدوله وفينا هو المخزن ولكن في الواقع راه كاين شي حاجه اخرى. الواقع هو نقيض ديال هاد الهضره اللي كتقال في الفيديو، نقيض ديالها تماما. يعني الانسان راه ما زعما راه لا اله الا الله وصافي. المهم نهار الثلاث صيفط لي زعما انني مريض، زعما انا ما قادرش نخدم. كنتفاجئ شنو هي الخطوه المقبله. كنتفاجئ بلي انه حيدني من الفيسبوك، من تطبيق او من مجموعات في الواتساب اللي كنكونوا فيها كمجموعه، حيدت منها بدون مبرر، الله اعلم علاش. كنتفاجئ بلي انني كنت ادمين في الصفحه ديال الفيسبوك ديال الجريده ما بقيتش فيها. علاش؟ الله اعلم. المهم انا كاين في حاله مرضيه، زعما انا ما نقدرش نمشي لذاك البيرو ونشتغل في داك الشيء كامل اللي جرى نمشي نرجع عاوتاني نخدم، راه يستحيل. زعما بقيت سالات الوقت. المهم في هذه اللحظه هذه مشيت باش نمشي. واش درت في الاداره وخصها تتحرك، انه هذه مؤسسات ديال بلادي، انا كنثيق في هذه المؤسسات ديال بلادي. مشيت هزيت الوثائق ديالي، مشيت ديتهم لهم، كنبههم مشي يديروا خدمتهم. والى حد الان مازال ما داروا حتى شي حاجه. وهنا كيطرح 1000 علامه استفهام. علاش؟ وانا نعاود لكم واحد التفصيل. هو نهار ثلاثاء 12 نهار ثلاثاء 10 اكتوبر انا مشيت تحت واحد الشكايه عند مفتي الشغل على اساس انه يدير واحد الاختصاص اللي كيعطيه ليه المشرع، اللي هو اختصاص ديال الرقابه. يقول لي مشيت لمفتي الشغل زعما ما قال لي لا وكذا، ما بغاش يشد ديك الشكايه وقال لي ديال كتابه الضبط. فاش مشيت لكتابه الضبط، الموظف اللي مكلف في كتابه الضبط ما بغاش يشد عندي حتى هو، دخل معايا شي تفاصيل، علاش كتبتي هنا وعلاش كتبتي هذه السميه وعلاش درتي هذه، وشي تفاصيل اللي هي ماشي شغلو. يعني ما كامل الاحترام عليه، ماشي ما خصوش يدخل فيها. انا اللي خصو يشوف ديك بطاقه التعريف الوطني ديالي واش صحيحه، يشوف التوقيع ديالي واش صحيح، يشوف السميه ديالي واش صحيح، ويشوف لاكارت ديالي. ديك الورقه نكتب فيها اللي بغيت. الا كان فيها شي حاجه مهينه للمؤسسه والاداره، ديك الساعه يديوها للنيابه العامه يحطوها ليها، والقضاء يدير خدمته يتابعني الا كنت كنهين الاداره. السيد ما بغاش يجد عندي، كيقول لي لا خصك تكتب هذه، ما تكتبش هذه، ما تكتبش اطلب شي تفاصيل صغار داخل معايا فيهم. قلت له ودي الاستاذ انت الدور ديالك خصك تشتي عندي هذا الشيء باعتباري انا مواطن جيت نشكي. شوف هاد المعلومات اللي عطيتك واش صحاح الشخصيه ديالي، واش الشكايه عطيها للمسؤول هو يتكلف. المهم في نهايه المطاف شد عندي، ولكن ما بغاش يعطيني لاكيزي. المهم خديت عنده الرقم وكذا، وهذا الشيء غادي نجيو ليه فيما بعد. انا تفاجات يعني كيفاش. وهذا السيد كيقول لي راه ما يمكنش، زعما والسبب هو حامل، كيقول لك لا ما بغيتش نشدها وكذا. انا نهار الخميس 12 هزيت واحد الاخبار، مشيت ديته للوزاره، وزاره التشغيل، باش نعلمها بلي انني درت واحد الخطوه باش ما تبقاش هذيك حابسه في المديريه الاقليميه للتشغيل بساله.
مشيت خبرت الوزاره بلي انا درت واحد الاجراء نهار الخميس 12 اكتوبر، واليوم تقريبا راه الجمعه 27 2023. يعني شحال داز عليها؟ راه داز عليها تقريبا شحال 15 يوم، تقريبا 15 يوم، والى حد الان راه ما كاين حتى شي تجاوب. يعني ما عرفتش انا، ما عرفتش زعما علاش المؤسسات ديال بلادي مشيت شكيت لهم ما تحركوش. واش انا ماشي مواطن مغربي؟ واش وعطيتهم لي بروف؟ يعني خصهم يتحركوا. يعني لحد الان تطرح الف علامات استفهام. علاش؟ الله اعلم، الله اعلم واش كيتسناو. وفقط بالموازاه مع هذا الشيء كيجيو عندي بعض الناس كيبقاو كيقولوا لي لا صافي فوت عليك هذا الموضوع، ما تقدرش تواجه مع السيد، انت راك صغير هو كبير وانت، وكيبقاو زعما يحاولوا يهددوني وكيخلعوني. واللي راه انت ما كتعرفش معاه من كتعامل كذا، وراه انت ما تقدش عليه وهذا. شوف الاخوان، هذا الشيء اللي دار ليا يديروا لي اي واحد كيف ما بغى يكون. ما عرفتش كيفاش زعما شي واحد كيخلعكم في هذا العالم يدير لي هذا الشيء، ندير معاه نفس الاجراءات. عرفتي واخا نعرف زعما هذا الشيء حقوقي ما يمكنش نتنازل عليها، ولو زعما على حساب الحياه ديالي، راه ما يمكنش هذا الشيء هو اللي خصو يتفهم. هذه بلادي، مغربي، صحفي مغربي، غندافع على حقوقي. بالموازاه مع ذلك كاين بعض الاصدقاء اللي كنحترمهم كيقولوا لي بلي انه زعما راه هذا الشيء اللي كدير غادي يسبب لك في مشاكل مستقبلا، راه ما تقدرش تخدم وهذا. كنشكر هاد الاخوان، تحيه لهم، ولكن انا راه عارف شتي هاد الشيء اللي كندير عارفه بلي انه عنده تبعات. انا عارف راسي دابا فاش كندير هاد الخطوات، عارف بلي انه غدا نقدر ما نخدمش، لانه بزاف الناس يقول لك ولكن هذا حقي ما خصنيش نتنازل عليه. ما يمكنش انك تخدم عامين سنتين ياك وبين ليله وضحاها تلقى راسك ما خدامش، يعني تلاح الزنقه. والمشكل شنو هو انك تخدم 26 يوم اكثر وكتلقى 18 يوم وكتلقى 2056 درهم. يلاه سير انت موت، سير انت ضرب راسك مع الحيط ولا شوف اش دير واسكت. قال لك حيت ما ديرش المشاكل للمستقبل ديالك، وحيت انت ما عارفش مع من كتضارب. يعني واحد الترهيب. حقوقي غندافع عليها بداك الشيء اللي قدرني عليه الله، واخا نعرف نبيع حوايجي كاملين باش نسترجع الحقوق ديالي. ولحد الان راه ما عرفتش الوضعيه ديالي. انا بزاف الاجراءات داروا كيعنيو الطرد تاع السوفي، ولحد الان راه ما عرفتش. مشيت غير هذه نهار الثلاث مشيت للمؤسسه باش نحط واحد الطلب للمدير باش يوضح لي. انا راه حيت انا ما عرفتش زعما اش كيدير. انا كنشوف طرد تاع السوفي، مشيت نحط واحد التوضيح ما بغاش يجدو عندي، ما بغاش، ما عرفتش زعما علاش، هو السبب الله اعلم. لحد الان انا كنعتبر راسي خدام في الموقع، مازال ما تسواتش الوضعيه ديالي، ولكن بالنسبه للاجراءات اللي كيدير الطرف الاخر كتعني التاسفي. والى هنا تحيه لكم اخوان المغاربه. كنتمنى مع الناس اللي تشافوا هذا الفيديو هذا، زعما هذه واخا ما كتجيني صعيبه نطلبها منكم انه يبارطاجيو، زعما ان توصل لاكبر عدد ممكن من المواطنين المغاربه. وكنوعدكم بلي انه راه ما نتنازلش على حقي، واخا نعرف زعما تكون على حساب الحياه ديالي. وشكرا وتحيه لكم.